البطل بتاع الحلقة اللي فاتت هو عكرمة بن أبي جهل، والفايزين معانا على الفيس هو أحمد علي، وعلى الانستجرام هو عبد الرحمن محمد، وعلى تيك توك هو إبراهيم، وعلى اليوتيوب هو سليمان. تعالوا ندخل بقى على حكاية النهاردة. حكاية اليوم مع صحابي أصله من بلاد فارس، ترك أهله وبلده سعيا علشان يعرف دين الحق. تعتبر قصة إسلام هذا البطل من القصص الجميلة جدا، حيث أنه خرج في طلب الدين وتنقل من كنيسة لأخرى بعد أن ترك دين أجداده المجوسية، حتى وصل عند رجل في عمورية، حيث أنه قال له سيخرج نبي في أرض العرب، وأعطاه 3 علامات للنبوة. فخرج رضي الله عنه باحثا حتى وصل إلى المدينة المنورة بعد بيعه لرجل يهودي. وعندما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة المكرمة، راح هذا البطل يتبعه حتى تأكد من علامات النبوة، وهي أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية، وعلى كتفه خاتم النبوة. فأقبل رضي الله عنه يقبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويبكي، ثم أعلن إسلامه. ولد هذا البطل في عام 568 في بلاد فارس، وتوفي في خلافة سيدنا عثمان بن عفان سنة 654 ميلاديا. كملوا تحت في التعليقات مين الشخص ده، وأنا هختار واحد بشكل عشوائي علشان خاطر يفوز في حلقة اليوم. أنا حسن رضا، ودي كانت حكاية النهاردة. اعمل لايك وفولو، استنى الفيديوهات الجاية.